كان يا مكان في قديم الزمان كانت كاينة في واحد الغابة بيت صغير عايشة فيه نعيجة ومعاها صديقها القنفود. وكانت نعيجة عندها 3 ولاد، كانت كل ما تخرج يبكيو موراها. في يوم من الايام مرضت نعيجة، قالت لصديقها القنفود: يا القنفود، كنت انت تقعد مع الولاد وانا نخرج نجيب الزاد، درك كيفاش راح نديرو؟ وشكون اللي راح يجيب لنا الزاد تاعنا؟ واش ناكلو اليوم؟ قال لها: يا نعيجة، عودي انتي اقعدي في الدار وانا اللي نخرج نجيب الزاد. قالت له: يعني تقدر؟ قال لها: نقدر يا نعيجة، وانتي على الاقل اقعدي مع ولادك مساكن يشبعوا بكا من وراك. قالت له: خلاص روح يا القنفود، ربي معاك. وقالت له: بصح راني خايفه كون يجي الذيب، انا يقدر عليا انت ما يقدرش عليك. قال لها: ما تفتحيش الباب. قالت له: نخاف يخدعني. قال لها: نتفاهموا على كلمه سر. كلمه السر تقول كلمات اغاني. قالت له: وش تقول؟ قالها: ندقدق لك 3 دقدقات، طق طق طق، ونغني لك اغنيه. كي نغني لك انتي فتحي الباب. قالت له: وش تقول في الاغنيه؟ قالها: نقول: يا نعيشة حل الباب، والقنفود جاب الزاد، جاب حشيشة في سنيناته، جاب ميها في وديناته، جاب غريقة في رجيلاته، جاب حطيبة في ظهيراته. يا نعيشة حل الباب، والقنفود قدام الباب. قالها: انا كي نقول لك هكذا انتي فتحي الباب. قالت له: خلاص متفاهمين. فتح الباب وخرج، راح يجيب الزاد. الذيب فرح، طار من الفرحة، راح دقدق على الباب. قالت له نعيجة: شكون؟ قالها: انا جارك الفنان. قالت له: يا ويش من جاري الفنان؟ قالت له: انت راك الذيب الغدار. قال: يي كيف عرفتني؟ خليني نولي مرة خلاف. والغدوة بقى يعس 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 حتى نشاف القنفود. كي جا غنى لها نفس الأغنية اللي تفاهموا عليها، اللي هي كلمة السر. وش تقول يا الولاد؟ يا نعيجة حل الباب، والقنفود قدام الباب، يا نعيجة حل الباب، والقنفود قدام الباب، جاب ميها في رجيلاته، جاب رشيشة في سنيناته، جاب غريقة في رجيلاته، جاب حطيبة في ضيعاته. يا نعيجة حل الباب، والقنفود قدام الباب. حلت الباب. الذيب قال: ايه كيف هذا؟ كي غنى لها حلت الباب، لازم احنا لازم نتعلم الأغنية هذه. تعلمها حفظها، وغدوة راح يغنيها لها. دقدق 3 دقدقات، دق دق دق، وغنى لها الكلمات بصوت خشين. قالت له: لا لا، روح روح، القنفود صوته حنين ومليح. قال لي: كيفاش نقلب صوتي حنين ومليح؟ لازمني نروح عند بياع العسل. راح ليه، قال له: عليك عسل السدرة. قال له: كولها ما تكملها يولي صوتك مليح وخير من القنفود. كملها وراح لعند نعيجة. خلى القنفود بعد ما خرج وراح دقدق 3 دقدقات عليها. قالت له: شكون؟ قالها: هاني القنفود، حلي الباب، هاني نسيت حاجة. ومن بعد قالت له: لا لا تكذب. قالها: لا لا راني القنفود. ومن بعد قالت له: وش هو كلمة السر؟ قالها: يا نعيجة حل الباب، والقنفود قدام الباب، يا نعيجة حل الباب، والقنفود شال
حلت له الباب، هجم عليها وربطها وحكم ولادها بلحهم. كي بلحهم قال لهم اقعدوا في كرشي، كي نروح للدار نجبدكم وناكلكم راحتي. ديرت فكره في راسها، قالت له يا عمي الديب، قالت له بعد الماكله هذه البنينه، قالت له لازمك كاس تاي يكون حلو وبنين، قالت له ترتاح به راسك. قال لها هو وهذا التاي البنين والمليح تعرفين انتي ديريه؟ قالت له نعرف. قال لها ايا مالا نوضي ديري لنا كاس تاي. قالت له وكيفاش راح ندير لك التاي وانا يديا مربوطين؟ ناط فكلها يديها وقال لها روحي ديري لي التاي. راحت دارت له التاي وحطت له فيها حبه منوم، شرب هذاك التاي ورقد. وراحت حلت الباب وبقات تسنى وتقول يا القنفود ارواح. جا القنفود لقى الباب مفتوح، قال وش بيها العيجة كيفاش الباب مفتوح؟ ما خافتش من الذيبه، دخل يجري. قالت له يا قنفود الذيب كلالي ولادي نزربوا نخرجوهم قبل ما يتخانقوا. راح جاب الموس وقال لها نحلوا له كرش ونجبدوهم. حلوا له كرش وجبدوا ولادها، لقاهم دخانين كي صبوا عليهم الماء فطنوا. وبعد قال لها لازم نقصوا له راسه نعلقوه قدام الباب باش يكون عبره لاهل الغابه. راح قنفود ذبح الذيب وعلق الراس، ولاو اهل الغابه كامل ما يدوروش بدار العيجه وعادوا يخافوا منها. وتوتا توتا خلصت الحدوته.